في اليوم التاني بيلاحظ جو من خلال عدسة بندقية القنص بتاعته 4 بنات داخلين الغابة اللي هم عايشين فيها، وبنعرف ان اسمهم الأولى سيلين والتانية كيت والتالتة سارة والأخيرة سلين. وهنا بيبلغ جو سفاح الأرنب عن طريق جهاز لاسلكي وقال لي ان في 4 بنات جداد موجودين جوه الغابة ولازم تقتلهم بأسرع وقت. وبنشوف بعد كده السفاح الأرنب وهو في نص الغابة وكان شايل في ايده ساطور، وكانت سيلين في الوقت ده بتتمشى في الغابة وكانت مبسوطة جدا بالأجواء، وفجأة ظهر ليها السفاح الأرنب وبيضربها بسرعة بالساطور وبينجح انه يقتلها ويخلص عليها. في اللحظة دي كانت كيت بتتمشى في الغابة وسمعت صوت صريخ سيلين لما تعرضت لهجوم السفاح، واول لما راحت عشان تشوفها ظهر ليها السفاح الأرنب من وراها وقتلها. بعد كده بتشوف سارة وسيلين وهما بيوصلوا للمحل بتاع جو، واول لما دخلوا لاحظوا ان المكان فيه فوضى كتير وما كانوش مستريحين فيه، وكمان كانت بتطلع من الكاس اللحمة ريحة مش حلوة. واول لما شافوا الوضع جوه المحل بدأوا يغلطوا على صاحب المحل، بس هو كان مستحملهم وما قالش اي حاجة. وفي نفس الوقت كان جو وراهم وسمع كلامهم، واول لما طلعوا من المحل هددهم جو بسلاحه وقال لهم انهم دخلوا المنطقة بتاعته وانهم محكوم عليهم بالموت، بعد كده بيضربهم وبيفقدوا وعيهم. واول لما سيلين فاقت لقت نفسها مربوطة هي وسارة، وكان معاهم جو والسفاح اخوه الارنب. في الوقت ده سيلين بتسأل جو ليه بيعمل كده في الناس، فرد عليها انه بيستمتع بقتل وتعذيب الناس، وان البشر ما يستحقوش انهم يعيشوا، وانهم كانوا بيضربوه هو واخوه وكانوا بيتنمروا عليهم، وكل اللي حصل لهم ما كانش في حد بيدافع عليهم، وعشان كده قرروا انهم ينتقموا من كل البشر ويقتلوهم.